انا عارفه ان ده مش وقتها، بس كذا مره طلبتوا مني طريقه المربى اللي بستخدمها في الحلويات، وبما انها وصفه سهله جدا فقلت انزلها لكم على طول. وعامه اهم حاجه في التعامل مع الفراوله بالذات ان احنا نتاكد ان احنا غسلناها كويس، وبما ان تنظيفها ممكن مبقاش اسهل حاجه، فاحسن طريقه ان احنا نغمرها في ميه، نحط عليها نص كوبايه خل ونص معلقه بيكنج صودا. هسيبها منقوعه تقريبا ربع ساعه، بعدين اتخلص الميه دي واشطفها مرتين كمان لحد ما تبقى نظيفه كده. وانا عامه بحب المربى تكون قطع صغيره، بس ممكن تخلوها قطع كبيره براحتكم، او تستنوها لما تجهز تضربوها بالهاند بلندر تبقى معاكم بيوري. هقطع الكميه كلها وارفعها على نار هاديه جدا. ودول تقريبا نص كيلو من الفراوله، حطيت عليهم نص كوبايه من السكر. مش محتاجه اقلبها، انا هغطيها علشان تستوي اسرع. في اقل من 10 دقايق تقريبا كان السكر ساح والفراوله نزلت كل الميه بتاعتها. اهم حاجه بقى دلوقتي ان احنا نتاكد ان كل الريم اللي على الوش ده نشيله. الريم بيأثر على الطعم وكمان بيأثر على فتره صلاحيه المربى. وطبعا ما ننساش عصره نص ليمونه عشان بتمنع تكتل السكر. اديهم تقليبه واحده، اسيبها تطبخ براحتها على نار هاديه جدا من 10 دقايق لربع ساعه. هو ده القوام بقى اللي انا عايزاه. هي طبعا لسه سخنه فبيكون سايله شويه. اهم حاجه اختبروها من ظهر المعلقه عشان تتاكدوا ان هي جاهزت. وحبيت اوريكم ان اللون ما شاء الله زاهي جدا. بعد ما بدات تهدى شويه كان القوام طبعا بدا يتقل اكتر. كنت مجهزه البرطمان غسله كويس ومعقمه في الفرن، حطيت فيه المربى وهي لسه دافيه، وكده بقت جاهزه تستخدموها في اي حاجه. حلويات، مشروبات، على الزبادي، ممكن تعملوها سندوتشات. اي طريقه براحتكم، هي عامه مش بتكون مسكره قوي. وبس كده.